هلو يا حلوين. كنت قاعدة كده بقرر اعمل ايه، فقررت اعمل نيو لوك لشعري. اعمل ايه؟ اعمل صبغة؟ لا 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 لا، دي مضرة قوي. طب اعمل ايه؟ اعمل حنة. الحنة بتبقى حاجة مفيدة قوي للشعر، هتفيدني وتعملي كمان نيو لوك. طيب اجرب حنة ايه؟ فطبعا قررت اجرب حنة نبار الهندية اللي كل الناس بتتكلم عنها، وهنشوف مع بعض يا ترى هي زي ما بيقولوا ولا ايه. هقول لكم عملتها ازاي، وبعدين في اخر الفيديو اقول لكم الريفيو بتاعي عنها. اول حاجه هي من جوه بتكون بالشكل ده. هقول لكم بتعملوها ازاي. انا خدت 3 معالق كبار منها، وبعدين خلطتهم بكوبايه شاي تقيله. ولو انت عايزه لون محمر ممكن تبقى دي كوبايه شاي وكمان كركديه علشان تديكي لون محمر وكده. انا وقعت هنا شاي، معلش مفيش مشكله. بعد كده بتقلبيها كويس وبتسيبيها تخمر ساعتين. وبعد كده بعد لما بتخمر ممكن تسيبيها ساعتين او 3. زي ما انت بقى ايه هتعملي. بعد لما خلاص هتكوني هتحطيها على شعرك، على شعر ناشف طبعا. بتخلطيها كمان بكوبايه زبادي. الزبادي بيطري الشعر جدا، وبيكون حلو قوي، بيخلي قوامها حلو. بتخلطيها بالزبادي وبتسيبيها بقى على شعرك ساعتين 3، انتي وقوة تحملك. وعايزه اقول لكم طريقه استخدامها سهله جدا جدا وهتعجبكم. هقول لكم دلوقتي رايي فيها. دلوقتي انا خلاص كده جربت الحنه وعجبتني جدا جدا، وكان لازم بعد لما اجرب اكمل لكم الفيديو واقول لكم رايي فيها بعد نتيجتها بقى. طبعا انا اخدت نصها، ما اخدتهاش كلها. عايزه اقول لكم ان دي من احسن انواع الحنه اللي هتجربوها فعليا. انا كنت اول مره اجربها. حنه نبار مش بس مجرد بتديكي لون، انت ممكن تعمليها كحنه علاجيه لشعرك علشان تعالج ايه بقى. هتعالج معاكي الهيشان، وهتعالج معاكي التقصف، وهتفرد الشعر. ودي حاجه غريبه شويه على اي حنه. بتفرد الشعر فعلا، بتخلي التموج اللي في الشعر يعني بيكون بتحسي كان الشعر بعد ما بتعملي الحنه دي بيتفرد. ومش بس كده، فايده الحنه وخصوصا كمان لو حنه هنديه اصلي. وركزوا على اصلي لان اللينك اللي انا سايبه لكم هو اللي عنده الحنه الاصلي. بتعمل ايه كمان؟ بتعالج التهابات الشعر بجد، بجد. هتعالج التهابات الشعر، هتعالج لو عندك قشرة في الشعر هتعالجها، لو عندك اي مشكلة في الشعر هتعالجيها بطريقة طبيعية. حنة، واحنا طبعا كلنا عارفين ان الحنة دي بتبقى حاجة حلوة جدا ومفيدة للشعر، مش بتضره خالص، عكس الصبغة تماما. يعني لو انت حابة ان انت تبدلي الصبغة بحاجة كويسة لشعرك فاكيد هنصحك بنوع الحنة ده، وهو حنة نبار الهندية. هاجي على حاجه كمان هقولها لك. لو بالنسبه للالوان، لو انت شعرك اسود هي هتديكي مجرد ضي. انا شعري اسود، انا بعملها كحاجه علاجيه وكحاجه صحيه للشعر. لو انت شعرك فاتح هتديكي درجه البني بتاعها. تمام. حكيت لكم طريقتها ازاي في اول الفيديو، وبجد بجد هتتبسطوا جدا لما هتجربوها. وهستنى ريفيوهاتكم عشان هتقولوا لي فعلا يا ناني كانت حلوه جدا تجربتنا لحنه نبار. باي باي.